تشهد أشغال تغليف وتسقيف الملعب الأولمبي بالرباط تقدما ملحوظا استعدادا لاستضافة بطولة كأس إفريقيا 2025 التي ستقام بالمغرب. وتظهر الصور الحديثة استمرار عمليات تركيب الهيكل المعدني للسقف، إضافة إلى تعزيز المدرجات والمرافق المحيطة. ويعد هذا المشروع جزء من جهود لتطوير بنيتها التحتية الرياضية وضمان جاهزية الملاعب الكبرى لاستضافة الحدث القاري بأفضل المعايير الدولية. تشهد أشغال تغليف وتسقيف الملعب الأولمبي بالرباط تقدما ملحوظا استعدادا لاستضافة بطولة كأس إفريقيا 2025 التي ستقام بالمغرب. وتظهر الصور الحديثة استمرار عملية تركيب الهيكل المعدني للسقف، إضافة إلى تعزيز المدرجات والمرافق المحيطة. ويعد هذا المشروع جزء من جهود لتطوير بنيتها التحتية الرياضية وضمان جاهزية الملاعب الكبرى لاستضافة الحدث القاري بأفضل المعايير الدولية.